البارح كنت كنقرا في ان ارتيكل ولقيت واحد الكوت ديال الفيلسوف الجميل ديالنا ارسطو اللي كتقول we are what repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. واللي هي بالعربية نحن ما نفعله بشكل متكرر. إذن فالتميز ليس عملا بل عادة. هادشي كيعني أن الطريق باش ديري شي حاجة زوينة في حياتك كتعتمد على your habits، على العادات ديالك، وبالأخص هادوك اللي كديري في الأول ديال النهار. دونك تخيلي معايا إلا كان عندك a morning routine اللي كديريه كل نهار اللي كيخليك more productive، وفي نفس الوقت كتحسي بالرضا أكثر على راسك، الدوبامين كيطلع أكثر باسكو انت راضية على داكشي اللي كديري وكيفاش كيدوز نهارك. وفي هاد الابيزود غادي نهضروا على كيفاش نقادو morning routine سهل بسيط ولكن حرفيا يقدر يغير حياتك للأفضل ويقربك نهار على نهار الأهداف والحياة اللي باغا واللي كتطمحي ليها. So welcome to the episode 1 ديال how to be the best version of yourself على ماروكان. الصراحة باقا ما لقيتش exactement une nomination ديال هاد الميني سيري، مي قلت دو بريفيرونس ندير اون ميني سيري اي كوم سا كل ابيزود غادي نهضروا على واحد التوبيك، واحد الموضوع معين، هكا الكونسيبت يكون منظم اكثر. وكيف ما قلت قبيله في هاد الابيزود غادي نهضروا على كيفاش تقادي وتحكمي في المورنين روتين ديالك. الصباح الزوينه ديالي هو بدايه النهار ديالك، وكانوا داروا دراسات بينات باللي الناس اللي عندهم روتين يومي صباحي معين فيكس يكونوا مور بروداكتيف، يكونوا اكثر انتاجيه بارابور لي زوتر. الناس اللي ما كيبروغراميوش الصباح ديالهم ما عندهمش اون روتين ماتينال، وهادشي ماشي غير هضره خاويه ما بين، هادو حقائق علميه. كنت قريت في هارفارد بيزنس ريفيو كان دارت دراسه بينات باللي 30% من الاشخاص اللي عندهم مورنين روتين صباحي تيكونوا حسن في اداره الوقت ديالهم ومنتجين اكثر في نهارهم وفي حياتهم، واقل عرضه للضغط ولا ستريس. تخيلي معايا انك تنقصي ستريس بنسبه 30%. ستريس اللي مرض العصر اللي اغلبيه الناس كيعانيوا منه تقدر تنقصيه بنسبه 30% غير الا نظمتي صباحك وكان عندك مورنين روتين صباحي ثابت، ما محتاجه لا انتي انكسيوليتيك لا كونسوماسيون امبولسيف لا بوليمي. 30% تقدري تنقصيها من ستريس بواحد العاده سهله وما كيحتاجش واحد ليفور كبير اللي هو مورنين روتين. والناس اللي كيخليو الصباح ديالهم هو يتحكم فيهم كيف ما سماهم الغود في الكتاب ديالو The Miracle Morning، هما الناس ولا الاشخاص اللي عايشين في وضع القياده الاليه، فرونسي كتسمى البيلوتاج اوتوماتيك، ما كيتحكموش في حياتهم، تخليو النهار ديالهم ولا الظروف الخارجيه هي اللي كتحكم في الافعال ديالهم. قال لك اختي كو 95% من هاد الناس ذوي امكانيات محدوده وكيخليو الظروف ولو مود مزاج ديالهم اللي يتحكم في قراراتهم وفي مصيرهم. هاني الا كنتي من النوع الثاني خصك تراجعي امورك وخصك تحاولي تكسري هاد السيركل فيسيو ولا الحلقه المفرغه وتبداي تحكمي في الصباح وفي النهار ديالك، ماشي هو اللي يتحكم فيك. دونك ما بال بوغ انستوري اون روتين ماتينال اللي يكون افيكاس نقسموه على 5 المراحل اللي فريمون ساهلين. اول مرحله هو انك تعلمي تفيقي دائما في وقت محدد. ما عرفتش واش انتي من هذاك النوع اللي اون فوا كتصوني لالارم كتطفيها ولا ما تحلي عينيك. اون فا با سمونتير، اصعب لحظه في الصباح هو انك تفيقي وتخلي الفراش اللي تيكون دافي نوضي في البرد، راه ماشي ساهله. اي نو هذاك التاجيل وتفيقي كل مره في وقت معين تخربق الساعه البيولوجيه ديالك، وبالتالي حتى فاش كتفيقي كدوزي نهارك عيانه دايخه فاتيغي وما قادره ديري حتى شي حاجه، وابين كدوزي نهارك. خصك تعلمي تفيقي في نفس الوقت كل نهار، سواء كنتي هذاك النهار خدامه ولا لا، قاريه ولا ميم في العطل ديالك. مع الوقت ما غاديش تحتاجي الالارم ودماغك غادي يتعود انه يفيق في هذيك الساعه. وباش تدخلي هاد العاده في نهارك غادي نعطيك سام تيبس از يوجوال. اول تيب القاعده ديال 5 minutes، القاعده ديال 5 دقائق. غير تسمعي الالارم كيصوني فيه حسبي في خاطرك 5 4 3 2 1 افيقي ديك الساعه بلا ما تفكري. I know it looks stupid ولكن غير جربيها وردي لي. لاستوس في هذه القاعده هو ان دماغك ما كتخليش ليه الوقت انه يفكر بزاف وبالتالي ما كتعجزيش، سهله وكتعطي نتيجه. اون فوا تنوضي من الفراش حلي لي فانيتر، حلي الشراجم، غسلي وجهك كومسا تخرجي من لو مود ديال كاس
الكسل والخمول. اول حاجه ديريها هي تشربي الماء قبل من الفطور، قبل من كل شيء. علاش؟ حيت طون كور يور بادي، الجسم ديالك كيكون محتاج ليدغاطاسيون من مورا سوايع ديال الناس. وتقدري تزيدي في هذاك الكاس ديال الماء شويه ديال الحامض، شويه ديال السكينجبير باش يعطيك مور انرجي، يعطيك طاقه اكثر. ثاني مرحله you need to move your body honey، خصك تحركي الجسم ديالك باش طون كور ولا الجسم ديالك يكون عنده طاقه اكثر. كانت دارت دراسه في بريستول يونيفرسيتي بينات باللي الناس اللي كيديروا لاكتيفيتي فيزيك كيتحركوا في الصباح ديالهم تيكونوا 20% مور بروداكتيف اكثر من لي زوطخ، يعني منتجين اكثر بنسبه 20%. الحركه ولا لاكتيفيتي فيزيك اوغمونت لا دوبامين اي لا سيروتونين، هادو هرمونات ديال لو بيان اتر. الاطباء ولا المعالجين النفسانيين دايوغ كينصحوا الناس اللي عندهم الاكتئاب. حتى انا في واحد المرحله اللي كنت قلت لكم فاش دزت من لا ديبريسيون، كانت ماي ثيرابيست كانت كتقول لي او موان تحركي واحد 15-20 مينوت، سي جوست لا مارش باغ جور، كتعطي افي ديال انتي ديبريسور ديك الساعه. وهنا ما تنقولش لك بلي خصك تكوني عداء اولمبيه في الصباح، تقدري ديري غير 5 مينوت 5 دقائق ديال الستريتشين، تقدري تشوفي دي توتو في يوتيوب، ولا ديري غير واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه ديال لا مارش على حسب الوقت اللي عندك. الا كان عندك شويه الوقت ما فيها باس انك تمشي لاصال. ثالث مرحله هو تخدمي على يور مايند سيت، يور برين، على العقل ديالك. مالوغوزمون حنا دائما تنبقاو غير كنوضوا الصباح تنبقاو جري 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 اي ما تناخذوش واحد الوقيته ديال اننا ننظموا وقتنا ونديروا ستوب ونفكروا واش حنا غادي في الطريق الصحيحه. احسن وقيته ديري هادشي هو الصباح. دونك حاولي تنظمي افكارك الصباح. tu peux faire la méditation، احسن حاجه ديري هي لا ميديتاسيون في الصباح. ما غاديش تاخذ لك بزاف، 5 دقائق 10 دقائق، تبداي بدي زافيرماسيون، توكيدات اللي يكونوا بوزيتيف. انا بامكاني انا نعطيك دي زافيرماسيون اللي تندير، انا كاتباهم في النوتس عندي، مي كنقول دو بريفيرونس كل وحده دير لي زافيرماسيون ديالها على حسب شنو باغا هي، على حسب لا سيتوياسيون ديالها. ملي كتبداي نهارك بلي زافيرماسيون بلا ميديتاسيون بلا غراتيتود وكتكوني منظمه افكارك، دماغك ما كيبقاش مستريس. حيت سيانتيفيكمون لقاو باللي حنا كبشر عندنا نسبه الكورتيزول طالعه كتكون في الصباح. والناس اللي ما عارفين شنو هو الكورتيزول هو هرمون التوتر. دونك انت ملي كتبداي نهارك بهاد العادات الايجابيه بحال كتهيئي دماغك انه يكون مور بوزيتيف، يشوف الحوايج الايجابيه في الحياه، بحال كتقولي لدماغك بلي راه كلشي غادي يكون هو هذاك، وكتخليه مركز غير على الحاجات الايجابيه وعلى لي زوبورتونيتي. الشركه ديال جوجل كانت دارت واحد الدراسه وبينات باللي من بعد ما خلات لي زومبلويي ديالها انهم يديروا لا ميديتاسيون كل صباح، 28% من لي زومبلويي ولاو بلوس كونسونطري، ولاو مركزين اكثر في خدمتهم واقل توتر. دونك دابا نديروا امتي ريكاب. تعلمنا اننا نفيقوا في وقت محدد، بدينا نهارنا بالاكتيفيتي فيزيك، وبدينا حتى بعادات ايجابيه بحال لا ميديتاسيون لا غراتيتود اي لي زافيرماسيون. دابا خصنا نعمروا الديزل ديال لو كور ديالنا. عرفت علاش دائما تنقول هاد الديزل المازوت؟ المهم ما يمكنش انك تبداي نهارك بطاقه وحيويه وانتيا ما عمرتيش البلان. دونك جو بونس انتي عارفه هادشي والناس كلهم عارفينه. هذا اتس غانا بي جاست ا ريمايندر، تذكير انك خصكي تاخدي ام بتي ديج فطور متوازن يكون غني بالبروتينات بلي فيتامين اي باش يعاونك اكثر على لا كونسونطراسيون. دخلي عندي في انستغرام كندير دي فوا دي روبا كو سوا ديال لو بتي ديج ولا دي روبا اون جينيرال اللي تيكونوا صحيين مي اون ميم طون بنان. وخامس مرحله معنا اليوم لا بلانيفيكاسيون، تنظيم واداره الوقت. ما نكذبش عليك، حتى انا كان عندي هذا المشكل، تيكون عندي بزاف ليطاش خصني نديرهم في النهار، تلقى راسي النهار كامل وانا تنجري نستريسيا باسكو تلقى راسي باللي راه باقي عندي تو ليست ديالي طويله بزاف. ملي كيجي الاخر ديال النهار تلقى باللي شي حوايج ما كانش خصني نضيع فيهم الوقت، شي حوايج اللي مهمين هما اللي كان خصني نسبقهم الاول. دونك تنظيم المهام ديالك هو مرحله مهمه ومهمه بزاف. وفي هذا الابيزود غادي نعطيك تو تولز، يعني جوج الوسائل اللي غادي يعاونوك بزاف في التايم مانجمنت، في اداره الوقت. فريمون ساهلين، ما كيحتاجوش لانتيليجنس كبيره. اول تول واللي هي لا ماتريس ديال ايسنهاور، نقدر نخليها لك هنا. هاد لا ماتريس كتعاونك ولا كتوضح لك شنو هما المهام اللي خصك تبداي بهم في الاول، شنو هما المهام اللي امبورتنت مهمين على الاخرين. ثاني طريقه تقدري تطبقيها في اداره الوقت ديالك هو قانون 80-20 ولا قانون باريتو. قاعده كتقول هو ان 80%
من النتائج كيجيو من 20% من الاسباب. بحال دابا مثلا انا في الخدمه كتلقاي واحد 80% من الشيفخ دافير جاي من 20% ديال لي كليون، هما اللي كتلقايهم كنخدم معاهم كثار، هما اللي معاهم بزاف لي بروجي، الوغ كو 80% الاخرى كياخذوا ليا وقت كثر ولا لا ريمونيراسيون كتكون قل. شنو خصني ندير في هذا لوكا؟ هو نبريوريزي لي بروجي اللي كنربح معاهم كثر، اللي كيساويو 80% من الارباح ديالي. نفس الشكل مثلا في القرايه كتلقاي واحد 20% من الدروس مواضيع هما اللي كتلقاهم جينيرالمون واحد 80% من الامتحان. دونك انتيا از ستودنت كطالبه ولا كتلميذه خصك تعطيهم وقت اكثر، خصك تركزي عليهم اكثر. الفكره هي ان يقدر يكون غير واحد النسبه قليله من الاشياء الجهود يقدر يكون عندها واحد التاثير كبير. دونك خصك تركزي على هاد النسبه اكثر حيت هي اللي تكون اكثر اهميه، وبالتالي كتسرعي ان النتيجه تبان. دونك نعاودو نديرو ان ريكاب. اول مرحله عودي دماغك انه يفيق في وقت محدد دائما. حاولي تبداي كل نهار بون اكتيفيتي فيزيك ولا الحركه. هيئي دماغك انه يكون ايجابي اكثر ويبعد عليه ستريس من خلال لا ميديتاسيون، لا غراتيتود اي لي افيرماسيون. خدي ان بتي داج، فطور اللي يكون بيان اكيليبري متوازن باش يعطيك الطاقه في نهارك. وحاولي تنظمي المهام ديالك واعطي اسبقيه ولا اولويه للمهام اللي كتكون اكثر اهميه. ودائما تفكري ما بال باللي كل صباح هو نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. راه فاش كنكونوا ناعسين راه الروح ديالك كتطلع للسما، وفاش كتفيقي راه ربي عطاك فرصه باش تحققي احلامك، تكوني اون بون بيرسون في هذه الحياه. دونك كوني ممتنه وحمدي الله وشكريه على كل صباح عطاه لك الله سبحانه وتعالى، حيت هو فرصه انك تكوني الشخص اللي دائما كتمناي. هذه اشاره ليك باش تبداي من دابا ان شاء الله باذن الله. دونك فوالا، جيسبر كو هاد لا فيديو تكون عجباتك. اي الى عجباتك ما تنسيش انك ديري لايك فضلا وليس امرا اوف كورس، سبسكرايب للتشجيع، اي بي فوالا يلا على بروشين.